نرمين شلفطتها. لا هي كانت مش شلفطتها. يليوي. مين حس الطقطقه دي في عظمه؟ انت جايبه فرخه ليه يا نرمين؟ مش انت قاعد جبت لي الفيديو بتاع زينب وعايز تاكل انا فاكر الفيديو اللي كانت مفتحه الفرخه ده على الاخر وعامله فيها شغل جديد، فقلت هعملها معاك. بجد؟ هتبسط قوي انا. يلا بينا، يلا ده هتبسط خالص. تفتكر هتبقى طريه وجوسي ولا لا؟ بتاعت زينب؟ بص انا هقول لك على حاجه عشان تاخد حقها، هي نص افتكاساتها حلوه ونص افتكاساتها مش حلوه، فاحنا هنشوف هنحط ضمن الافتكاسات الحلوه ولا مش حلوه. لا انا هقول لكم على حاجه لذيذه، انا عشان الفراخ بتاعتي تبقى نظيفه وتبقى طريه وجوسي من جوه لازم احطها في محلول نقع ليله كامله. فراخ ايه يا نرمين؟ ده انت بتجيبي فراخ اصلا ما حدش يعرف يجيبها. انت فاكره البطه اللي ما كانش فيها شعرايه؟ بصوا يا جماعه، لو شفتوني وانا بنتفريش البطه يا لهوي ده كان حته، انا قعدت ساعه ونص مدياني ملقاط ونضف البطه. وانا الشريره كده يا مان. انت جميله. ماشي. بصوا هنجيب فرخه يعني وزنها كيلو ونص كده، كيلو وربع. دي كيلو ونص؟ بذمتك يا شيخه؟ على 2 كيلو. ده كفايه صدرها، بص قد ايه. هنقعدها كده، هنقعد ما هي باينه، هنقعدها. هي زينب عملت كده، انا هعمل بنفس طريقه زينب بالظبط. أيوة. انا في العادي بفتحها من الظهر، هي فتحتها من صدرها. ما تجيب افتحها انا. ده الصدر هيبقى ان شاء الله. طب بامانه يا بنتي انا فنانه عندك. انا بعمل نفس زينب بالظبط. اهو اتفتحت. اقطعي بقى. الله الله. فتحتها كده. بس انا كده خلصنا؟ لا اكيد. لا هي عملت ايه؟ شالت الزعزوعه دي، انا برضو ما بحبهاش وبشيلها. ايوه اهي. وهنشيل الزعزوعه الثانيه. نرمين ايه دي نظيفه. انت اللي ما رضيتش تلبس جلافز. هي جابت دي وفتحت الصدر وعملت فتحات كده. يا جماعه معلش انا ايدي شمال، بشتغل بايدي الشمال، فيعني ايه فتحتها كده. هنعمله بانيه. فتحتها كده. بس عايز اقول لك يا نرمين الافتكاسات زينب غالبيتها بيكون كويس فعلا، بس 50% برضه انا ما زلت عند رايي. لازم تفتحوها كتير عشان دي هتستوي في الفرن، فلو ما فتحتوهاش مش هتستوي. يعني ايه؟ هي وعشان ما سابتش حاجه، ما فتحتهاش اهي. هي لازم تعمل كده عشان تستوي. نرمين شلفطتها. لا هي كانت مش شلفطتها. يليوي. مين حس الطقطقه دي في عظمه؟ صح؟ انت عملت كده؟ لا ولا حاجه، عادي. ما خلاص كفايه تقطع في الفرخه. انت مالكيش حد يسال عليكي. يا ابني هي شرفطت اهلها. طب ماشي، ما انت كده زودت الموضوع عن حده كفايه. هاتي بقى التوابل يلا. لا هروح اشطفها وانشفها وارجع له. بعد ما نشفنا الفرخه بتاعتنا معانا هنا يعني حوالي ربع كوبايه سمنه او زبده وشويه توابل. حطي. توابل بقى عباره عن ايه؟ عباره عن ملح، فلفل، بهارات فراخ، جنزبيل، كاري، بصل باودر، توم باودر، بابريكا كده، يعني التوابل اللي انتوا بتحبوها. هي ما قالتش توابل ايه بالظبط، بس ماما كانت بتحط فلفل اسود وملح وتسكت. ويا اخويا كانت الاكل يبقى حلو قوي. مش اللي انت بتعمليه ده كله طبعا. هي المفروض كنت سيحت السمنه او الزبده بتاعتي، سيحناها في الميكرويف، بس انا الميكرويف محروق. اوعي. استنى انا حاسه ان هي عايزه لون تاني، فممكن نحط معلقه بابريكا كمان. حط. انا جاهز، انا اللي قاعد افلحص في الموضوع. نرمين حمرتها عشان تدي لون. لا هي عباره عن شويه توابل وزبده بس. اوعي. لا انا هطلع عشان انت هتبوظ لي هدوم. ده هدوم ايه؟ انا خلاص خلصت، انا عملت احلى حاجه. بص ونفضل بقى ايه ندخل التوابل في كل حته. مش تيجي تتفرجي عليا تقولي لي اخباري ايه في القصه دي؟ اعمل مساج بس. ما هو بقى انا عملت شغل. بصي من الاخر هنا كمان انا عامل شغل فاخر. اقلب واديها ولا هي وش واحد؟ لا على كل. بصوا يعني لغوصوا فيها على فكره احساس حلو اللغوصه ده بجد. يعني انا بحسدك انك بطول النهار بتلعبي في حاجات زي كده. حاجه انا عملتها لك ايه على رايي. فاكره انت الواد اسمه ايه ده؟ مش فاكر كان بيقول لك قشطه شربه قشطه، يعني قشطه شربه قشطه. نجيب الصينيه في البدايه بقى وهنحط فيها معلقه زيت وجزرايه وبصله وفلفل، ونجيب بقى بطاطسيتين حلوين ونقطعهم شرايح كبيره بالشكل ده. انا اكتر حاجه احبها في الفيديو ده البطاطس، عشان كده حاطه 2. بعد كده نحط لهم رشه ملح. دول هيحتاجوا ميه بتاعي؟ لا صح؟
هي زينب ما حطتش ميه، بس انا بفكر احط معلقه يعني نص كوبايه ميه عشان الخضار ما ينشفش، عشان هي كان الخضار نشف شويه من تحت. ممكن تجيب لنا كوبايه ميه يا عماد؟ ميه سخنه ولا ساقعه؟ مش تفرق، حط نص كوبايه ميه يا عماد عشان الخضار بس ما يتحرقش، حرام. انا مش هشيل الفرخه، انا خلاص تبلتها. ماشي يعني. وبعد كده هنجيب الفرخه بتاعتنا الحلوه دي ونروح حاطينها كده. الله، سلام عليك يا عماد. شفتي بقى الفن في التتبيل؟ مش تقولي لي انت بصي بتبرق. واخده بالي. على فكره انت محبطه. ما اتكلمت يا عماد؟ بامانه محبطه. انا بس يعني بكمل دعكها. بامانه محبطه. انت المفروض تشجعيني. برافو عليك. انا بساعدك. شاطر يا عماد، شكرا. خلاص يلا هندخلها في الفرن بقى. حتت ما جاتلهاش تتبيله يا عماد. معلش انت لازم بلاش سهوكه والنبي، في الاخر احنا هناكلها. نروح بقى ندخلها الفرن على درجه حراره 220، هتاخد معانا من ساعه لساعه وربع طبعا على حسب حجم الفرخه. هنروح ندخلها الفرن واقول لكم خدت وقت قد ايه. على امل في الاخر تكون تجربه ناجحه ان شاء الله. واخيرا خلصت الفرخه اللي عذبتنا كلنا. بقى قد ايه في الفرن يا نرمين؟ تقريبا بتاع ساعه وربع، وعايزه اقول لكم ان الفرن اتطفت عليها يعني. بس انا متفائل خير. لا بص طالعه ازاي من العظمه. تفتكر هتطلع ناشفه؟ هنا ادي لك دبوسه. ماشي، ودوق البطاطس بقى. التتبيله واصله للاخر. بس المره الجايه زوديها ميه سنه عشان عايزه اقول لكم ان انا حطيت ميه لان انا حسيت الخضار هيتحرق وبرده نشف. تعالوا ندوق بقى حته الفرخه دي. دي حلوه، مقرمشه حلوه، عجبتني. بس لازم تحطوا لها ميه، ما تعملوش زي زينب ما حطتش ميه، بس انتوا لازم تحطوا كوبايه ميه او كوبايتين ميه. عجبتني. صح؟ دوق الصدر ده، لان دايما الفرخه بتبان حلوه ولا لا من الصدر مش من الورك. بصوا هي مستويه. حلوه. البطاطس حلوه بطاطس مش مستويه قوي عشان مقطعها كبير. دي مش مشكله زينب. لا هي مش مستويه قوي. نجرب البصل بقى. اهو استنى، طب احطها لك في طبق تقديم. اصبري بقى. طبق تقديم ايه؟ البصل عالمي. انا بحب البصل برضه. عالمي. ايه رايك في وصفه النهارده؟ عجبتني ونعملها تاني، انا ما عنديش مشكله ان نجربها تاني. بس طبعا الفراخ هتحسوا زي ما تكون مقليه كده، زي يعني نفس فكره الفراخ المقليه جميله. ما هي عشان خاطر فيها زبده وسمنه بجد وتوابل. طعمها فعلا حلو يعني، مستويه كمان، دي برضو حاجه كويسه لذيذه. شابو برافو يا زينب، وصفه ناجحه. وما تنسوش تعملوا ايه؟ فولو للصفحه. اشوفكم مع فيديو جديد. باي باي.